مهاجم سوبر على رادار النادي الاهلي، والكلام المره دي طالع من الصحافه السويسريه، يعني الصفقه بنسبه كبيره هتتم، وخصوصا كمان ان كولر هو اللي مرشح اللاعب للنادي الاهلي. فلازم تركز في الفيديو ده كويس لان عامل لك سي في عن اللاعب مميز قوي، هتلاقي فيه كل حاجه تخص اللاعب. وقبل ما نبدا في الفيديو صلي على الحبيب ودوس اللايك بتاعك، وتعالى نشوف كل معلومات جوناثان اوكيتا. جوناثان اوكيتا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطيه، بس اللاعب عنده اصول المانيه لانه مولود في مدينه كولونيا في المانيا. جوناثان من مواليد 1996، يعني عنده كده حاليا 28 سنه، وشايف ان هو مش كبير على النادي الاهلي لانه ممكن يلعب معاك 5 سنين بنفس المستوى، وبيلعب في نادي زيورخ السويسري. وكمان اللاعب جوكر في المراكز الهجوميه، يقدر يلعب وينج يمين او وينج شمال، وبيلعب راس حربه صريح. واكيد الاهلي بيتعاقد معاه علشان يلعب في مركز راس الحربه، وهقول لك كل مميزاته في المركز ده. طول اللاعب 181 سم، وقيمته التسويقيه 2 مليون يورو. بس في حاجه، ان اللاعب ده عقده هينتهي في 30 يونيو 2025، فالنادي عاوز يتخلص منه ويبيعه في اسرع وقت علشان ما يمشيش من عندهم فري. تعال بقى نشوف ارقام اللاعب علشان اقول لك مميزاته. هنشوف اول حاجه وهي اخر 3 مواسم للاعب، يعني في موسم 2021 2022 لعب مع فريق نيميخن الهولندي، ولعب معاهم 29 مباراه، سجل 7 اهداف وصنع 6، يعني مساهم ب 13 هدف مع الفريق، وكان مساهم باهداف حاسمه امام كبار هولندا اياكس وفينورد. اما موسم 2022 2023 انتقل لفريق زيورخ السويسري، ولعب معاهم 40 مباراه، سجل 8 اهداف وصنع 3. كتجربه اولى مع فريق سويسري مش وحشه، خصوصا كمان انه لعب معاهم في دوري ابطال اوروبا، ولعب معاهم في الدوري الاوروبي امام نادي ارسنال، يعني خد خبره واحتكاك كبير، وساهم معاهم ب 11 هدف. اما في موسم 2023 2024 فلعب مع فريقه 38 مباراه، سجل 12 هدف وصنع 3، يعني ساهم ب 15 هدف، بس ما لعبش في كل المباريات كمهاجم صريح لان المدرب كان بيستخدمه في مركز الوينج الشمال، ولعب في المركز ده 20 مباراه. تعال بقى كده اقول لك مميزات اللاعب على مستوى الصناعه مميز قوي، بيقدر يخلي الكره تحت رجله ويلاعب الناس اللي جايه من تحت، يعني شبيه شويه لاجاي، هو شبيه لاجاي في حته الصناعه. بس تاني حاجه اللاعب بيمتاز بيها وهي حته السرعه، علشان كده المدرب كان بيستخدمه في مركز الجناح اليمين او الجناح الشمال. تالت حاجه بقى وهي الانهاء قدام الجول، كان كويس قوي، لاعب هادي قدام الجول مش متسرع، وبيعرف يقف على كورته ويحطها في زاويه وقويه. بس اللاعب عنده اكيد عيوب، وهي انه مش هيدر كويس، هو ممكن يجيب لك اهداف براسه، بس مش ده اللاعب اللي يفكرك بمتعب او فلافيو. واخيرا بقى تعالى اوريك ارقامه في اهم 3 انديه لعب معاهم. واول نادي هو نادي نيميخن الهولندي، لعب معاهم 136 مباراه، سجل 36 هدف وصنع 31 هدف، يعني مساهم ب 67 هدف معاهم. وتاني نادي هو نادي زيورخ السويسري، ولعب معاهم 78 مباراه، سجل 20 هدف وصنع 6، يعني مساهم ب 26 هدف. وتالت نادي هو نادي مستريخت الهولندي، ولعب معاهم 39 مباراه، سجل 19 هدف وصنع 8، يعني مساهم ب 27 هدف خلال 39 مباراه، وده رقم مميز قوي. وتعالى بقى نشوف افضل اهداف اللاعب. Perfect.